انا عايزه اسالكوا سؤال يا جماعه، انتوا بقالكوا كام سنه ما خدتوش كاس الامم الافريقيه؟ من سنه 2010 من ايام المعلم حسن شحاته. طب ما سالتوش نفسكوا ليه السبب ان انتوا مش عارفين تاخدوا بطولات من ساعتها يعني؟ انتوا بقى تلاقوا رد على السؤال ده. مش هنقول بقى المدربين ولا الفاشلين ولا الكوسه اللي موجوده في المنظومه ولا كله اللي عايز سبوبه ياكل عيش منها. وفي الاخر الشعب المصري هو الضحيه، وهو اللي بيدفع الثمن، وهو اللي بينام متنكد، وهو اللي بيجيله الضغط والسكر من اللي بيشوفه. فطبعا اللي حصل امبارح ده لازم يتحاسب عليه الناس، يعني مش يمر مرور الكرام يعني. يقعدوا مع الناس ولازم يتحاسبوا من اول الوزير لحد اصغر واحد في المنظومة. لازم حساب طبعا، وما نعديش الموضوع كده ونقول احنا مشغولين في حاجات تانية. لا يعني، لان ده اهدار للمال العام، ان مدرب بياخد 200 الف يورو في الشهر، وفي الاخر هي دي النتيجة. وفي الاخر الناس بتنام معيطة وبتنام محروق دمها، قاعدين على القهاوي في عز البرد للساعة 1 بالليل، وفي الاخر نكد يعني على مصر كلها. فأتمنى ان الناس ما تعديش الموضوع ده كده مرور الكرام. لازم يكون في عقاب، لازم يكون في محاسبة، كله يتحاسب. لعيبة بقى، جهاز إداري، اتحاد كورة، منظومة الشباب والرياضة، أولهم من وزير الشباب والرياضة. يعني لازم كله يتحاسب ونعرف ايه السبب، ونعرف ايه اللي بيحصل. ويا ريت بقى المنظومة الرياضية الكروية في مصر ما يديرهاش أفراد. عايزين مؤسسات اللي تديرها مش أفراد، ما تسيبوهاش لشلة وأفراد. مش عايزة أقول أسماء يعني، مش خوف منهم ولا حاجة، بس ما ينفعش إن أنا أعمل لهم دعاية ملهاش لازمة يعني، خسارة فيهم. بلاش كرة القدم طول ما هي بيديرها أفراد، عمرها ما هتبقى كويسة في مصر.